جرب دلوقتي تسأل 10 أو 20 بني آدم يعني إيه ديجيتال ماركتينج، وراهنك إن أنت هتلاقي 10 أو 20 إجابة مختلفين. طيب ده بيحصل بسبب إيه؟ أو هل في إجابة صح وفي إجابة غلط؟ الحقيقة إنه لأ، مفيش إجابة صح ومفيش إجابة غلط. الفكرة كلها إن الديجيتال ماركتينج مجال مطاط، يعني كله متغيرات او كله مدارس، وكل مدرسة بتشتغل بطريقة معينة. ومش في كل العصور الديجيتال ماركتينج بيفضل يشتغل بنفس الوضع، يعني مثلا من 5 سنين ومن 10 سنين كان غير دلوقتي، غير بعد 10 و15 سنة مع التطورات اللي احنا بنشوفها. طيب احنا في الفيديو التالت ده هنتكلم عن 3 نقط مهمين جدا. اول نقطة فيهم هو ايه الفرق اصلا بين التولز وبين ان احنا نبقى فاهمين ديجيتال ماركتينج ويعني ايه تولز وهكذا. تاني نقطة فيهم هنفهم حاجة اسمها ميديا او انواع الميديا. الميديا اصلا 3 انواع مش نوع واحد بس، وده برضو احنا هنفهمه في الفيديو ده. تالت حاجة فيهم احنا هنفهم الفانل، وان الفانل دي بتتقسم ل3 اجزاء، او نوع العميل بتاعك في كل فانل بيبقى شكله عامل ازاي، وازاي احنا نفهم ان احنا في انهي مرحلة، وازاي نعدي من المرحلة الاولى للتانية للتالتة وهكذا، ومشاكل كل مرحلة فيهم ايه. فده كده الفيديو التالت من البلاي ليست اللي احنا بنتعلم فيها ديجيتال ماركتنج مايند سيت. ولو انت مشوفتش الفيديو الاول والتاني ممكن ترجع تشوفهم علشان نبدا. اول حاجه، في ناس كتير فاكره ان الديجيتال ماركتنج هو ادوات، ولكن الادوات او التولز دي زي مثلا ايه، على سبيل المثال زي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي تولز احنا بنستخدمها علشان نعمل تسويق. التيك توك، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، ايا كان. لكن الديجيتال ماركتنج نفسه هو علم، وعلم ليه مايند سيت وليه عقليه لازم انت تكون بتشتغل بيها. بمعنى ان الادوات دي لو اختفت في يوم انت مش هتختفي، او البراند اللي انت شغال معاه او البراند بتاعك مش هيختفي. هو ده الكونسبت اصلا اللي احنا جايين نتكلم عنه. طيب علشان انت تفهم ده بطريقة بسيطة جدا جدا، لازم تفهم ان اي حاجة انت بتعملها في الماركتينج هي ليها 3 حاجات لازم احنا نكون واخدين بالنا منهم واحنا بنعملها. ان احنا ازاي نوصل للشخص الصح، ونوصل بالرسالة الصح، ونوصل في الوقت الصح. هو ده في الاخر الاوبجيكتيف الكبير بتاعنا في الماركتينج. يعني ايا كان التولز اللي احنا هنستخدمها، لو حققنا المعادلة دي يبقى احنا نجحنا. سواء بقى عملناها على فيديوز على تيك توك، عملناها في كونتنت على فيسبوك او على يوتيوب، عملناها في ايميل ماركتينج، عملناها على واتساب، ايا كان اللي احنا هنستخدمه، احنا هدفنا ان احنا نوصل المسج الصح للشخص الصح في الوقت الصح. هو ده الهدف بتاع الديجيتال ماركتنج، الهدف اللي انت لازم تكون فاهمه لما تيجي تتعلم ديجيتال ماركتنج. يعني باختصار الماركتنج ده هو مش تول انت هتستخدمها، لا هو حل المشكله موجوده عند الكلاينت، وهو ده الهدف الاساسي من الماركت. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده وهي انواع الميديا. طيب مبدئيا احنا عندنا 3 انواع من الميديا، عندنا الاوند ميديا، عندنا الايرند ميديا، وعندنا البيد ميديا. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ الاوند ميديا دي هي الميديا اللي انت بتمتلكها. وخليني اقول لك ان انت مثلا لو فاكر ان الاوند ميديا معناها مثلا السوشيال ميديا اكونتس بتاعتك او كده، او انت فاكر مثلا ان احنا، يعني خلينا نفكر كده في السؤال مع بعض، هل مثلا صفحة الفيسبوك بتاعتي، التيك توك اكونت، الانستجرام اكونت، كل الحاجات دي هي تحت بند الاوند ميديا ولا لا؟ غالبا لو انت فكرت في الاجابه كده في الاول ممكن تفتكر ان الاجابه بس خليني اصدمك واقول لك ان البلاتفورمز دي هي مش اوند ميديا ولا تعتبر اوند ميديا. وعلشان ابسط لك الموضوع واوصله لك بمثال، انت دلوقتي مثلا لو عندك شقه تمليك واجرتها لشخص لمده سنه، والشخص ده مثلا بياخد الشقه دي، هو بيمتلكها لمده سنه، بيعمل فيها كل اللي هو عايزه، ولكن الشقه دي في الاخر هي ملكك انت مش ملكه هو. فهي دي النقطه اللي احنا عايزين نوصلها. في الاخر كل بلاتفورم هي ليها مالك، الملك ده يقدر في اي وقت ان هو يطردك، يقدر يقفل اصلا البلاتفورم دي ويقول دي ما بقتش موجوده خلاص. ممكن نصحى الصبح نقول فيسبوك ما بقاش موجود، انستجرام ما بقاش موجود، لان ده في ايد الملك نفسه اللي هو مثلا مارك. فهنا انت ما عندكش الاوند ميديا بتاعتك. يعني لو انت معتمد بس في الماركتنج على صفحة فيسبوك او على صفحة انستجرام او ايا كان البلاتفورم، خليك عارف ان انت لا تمتلك ميديا حقيقية. النقطة التانية هي الايرند ميديا. الايرند ميديا معناها الميديا المكتسبة. ازاي انا بقى ابني ميديا مكتسبة؟ ولكن برضو عشان ما نخلصش حتة الاوند ميديا دي من غير ما نكون موضحينها كويس، الاوند ميديا دي مثلا زي الويب سايت بتاعي. لو انا دلوقتي عامل ويب سايت سواء عامله كودينج او عامله على ووردبريس او شوبيفاي او ايا كان، عايزك تبقى فاهم نقطة مهمة جدا، ان الويب سايت ده هو حاجة ملكي انا، محدش يجي يقدر يطردني منها الا بقى لو اتعرضت لهاكينج او حاجات زي دي. ولكن طول ما هي معايا والسورس كود بتاعها معايا انا، محدش يقدر ياخدها مني لان دي حاجة انا اللي بمتلكها. الايميل ليست دي حاجه انا اللي بمتلكها. لو انا دلوقتي معايا ايميل ليست لعدد من البني ادمين، فانا اللي بمتلك ده، ما حدش يقدر يجي ياخده مني. لو انا عندي مثلا البلاي ليست بتاعت الايميل ليست، سوري، بتاعت الكلاينتس بتوعي، انا اللي بمتلك ده، ما حدش يقدر يجي ياخده مني وهكذا. طيب الايرند ميديا دي بقى اللي هي ايه؟ الايرند ميديا
معناها بكل بساطة هي الميديا المكتسبة عن طريق الكاستمرز بتوعي. طب أنا إزاي أصلا أقدر أحقق ده، أو إزاي أقدر أحقق earned media؟ أولا إحنا عندنا حاجة اسمها word of mouth. word of mouth دي معناها إن مثلا ياسر دلوقتي اشترى هودي من شخص، من براند مثلا، وجي واحد صاحب ياسر قابله، ايه الهودي ده كويس بتاع، فبدأ ياسر يتكلم عن الهودي ده ويشرح له ان البراند ده كويس، البراند ده مثلا بيعمل اوفرز ب باي 1 جيت 1، البراند ده الشحن عنده مجاني، البراند ده التعامل معاه كويس، البراند ده بينزل كواليتي كويسة. كده ياسر بيعمل للبراند وورد اوف ماوث من غير اصلا ما البراند ده يطلب منه ده. هي بقى دي النقطة اللي احنا نقدر نحققها، او ساعة ما بنحققها بنقدر نقول ان احنا حققنا نجاح كبير جدا في الماركتنج، لان الايرند ميديا مش سهلة، هي اصعبهم. ولكن علشان تتحقق لازم انت تكون الاوبريشن بتاعك وكل حاجه عندك في الماركتنج شغاله صح. يعني دلوقتي الورد اوف ماوس ده مثلا مثال عليهم، الريفيوز مثلا بتاعت الكلاينتس دي برضو مثال عليهم. ممكن مثلا ما تروحش تشتري ريفيوز او تقول للعملاء انا هديكم مثلا جيفت مقابل ان انتوا تعملوا لي ريفيو او كده، لان ده في الاخر ما بيبقاش ريفيو صادق. الريفيو صادق ده ان انا كعميل دخلت بكل رغبتي اديتك ريفيو، وده اعظم انواع الايرند ميديا طبعا. طيب تالت حاجه مثلا الشيرنج، ان الكلاينت ده يبتدي يشير عن البراند بتاعي، يتكلم عنه، زي مثلا البراندز الكبيره اللي احنا بنشوفها مؤخرا في مصر زي بلبن او كده، تلاقي ناس كتير جدا بتقعد تتكلم عن البراند واصلا البراند ما طلبش منهم يعملوا ده. فده من اكبر انواع النجاح في الايرند ميديا. طيب البيد ميديا دي باختصار هي الادفرتايزنج، او هي ان انا مثلا دلوقتي بروح ادفع فلوس للبلاتفورم، او بدفع فلوس لانفلونسر، او بدفع فلوس لايا كان، او بيلبورد في الشارع، او تي في، او اعلانات تلفزيون، او اعلانات راديو، ايا كان نوع البيد ميديا. ده ان انا بدفع فلوس مقابل ان انا اظهر. وده برضو نوع مهم، مش بقول ان هو وحش، ولكن عشان تنجح في الديجيتال ماركتنج مع اي براند تشتغل معاه لازم تبقى فاهم ان انت لازم تربط بين التلاتة في الاستراتيجي وفي الاستراكشر بتاع الشغل بتاعك. ان انت اولا ازاي يبقى عندك اوند ميديا تقدر تتحكم فيها، ثانيا يبقى عندك ايرند ميديا تقدر تكتسبها من العملاء بتوعك بطرق صحيحة، ثالثا ان انت يبقى بتستخدم البيد ميديا في اوقات معينه وفي كيسز معينه علشان تقدر تسكيل البراند بتاعك. فدول كده ثلاث انواع من الميديا لازم نكون احنا فاهمينهم عشان نخش المرحله اللي بعد كده. المرحله اللي بعد كده هي حاجه في الفانل او مصطلحات في الفانل ممكن انت تسمعها، زي مثلا او زي ما هم بيسموها او الناس او دي مثلا نموذج لفانل منتشر هو التوفو والموفو والبوفو. طب يعني ايه توفو وموفو وبوفو عشان بس الصوره تبقى اسهل كده واوضح؟ مبدئيا اوفو دي اللي هي او اف يو معناها اوف فانل. طيب التي دي هي معناها توب اوف فانل، الام هي ميدل اوف فانل، والبي هي البوتوم اوف فانل. اي فانل في الدنيا بتبتدي بحجم اكبر، بيبتدي يصغر بيبتدي يصغر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا دلوقتي مثلا لما نيجي نتكلم عن براند معين ممكن 1000 او 2000 واحد او 3000 واحد مثلا يبتدوا يسمعوا عنه. من ال1000 وال2000 دول ممكن يبتدي 500 واحد يهتموا باللي هو بيعمله، ومن ال500 اللي بيهتموا ممكن مثلا 200 واحد يشتروا. هنا احنا بنخش فانل. يعني مثلا انت ياسر ممكن تكون من الناس اللي في التوب فانل بالنسبه لي، اللي اول مره يشوفوني او اول مره يسمعوا عني. ممكن من ضمن الناس اللي هتشوفني اول مره دي ناس منهم تهتم ان هي تعرف تقول ده شكله بيتكلم كلام كويس، او وصل لي معلومه، او اداني فاليو معينه، فيبتدي يخش الميدل اوف فانل ويبتدي يشوف اصلا الكونتنت بتاعي وانا بقدم ايه ويتابعني وهكذا. بعد كده بيوصل للبوتوم فانل ان خلاص ياسر ده بقى شخص ثقه بالنسبه لي، فهبتدي اتابعه. لو ياسر ده مثلا بيبيع سيرفيس او برودكت انا كده كده هجربها، لان انا بنيت بيني وبين ياسر الاثوريتي دي. فهي دي فكره اي براند في الدنيا. اي براند في الدنيا لما بيبتدي من التوب اوف فانل بيبتدي يجي له شويه اودينس. احنا مهمتنا في الماركتنج ان احنا الاودينس دول ندخلهم من التوب اوف فانل للميدل اوف فانل ونوصلهم للبوتوم اوف فانل. فهي دي الفكره اللي احنا لازم نكون دايما بنفكر فيها. الناس اللي في الميدل ازاي اوصلهم للبوتوم، والناس اللي في التوب ازاي اوصلهم للميدل. هي دي بقى اللي احنا هنتكلم عنها قدام في الكورس، سواء في الكونتنت او في البيت ادز. ازاي اصلا ان انا اقدر ادخل الناس من التوب اوف فانل للميدل والبوتوم اوف فانل، والعكس صحيح. فهي دي النقطه اللي احنا محتاجين ان احنا نذاكرها ونستعد لها، علشان لما نيجي نتكلم عنها قدام يبقى الموضوع بالنسبه لنا واضح، لان دي بيبقى ليها استراتيجيز كتير وتجارب كتير عشان نقدر نطبقها. طيب علشان برضو ابسط لك الموضوع واخليك تتخيله، انا عايزك ان انت تبتدي تفكر مع نفسك
فاي براند مثلا انت بتحبه او اي براند انت اتعلقت بيه في الفتره الاخيره، وتخيل نفسك في حاجتين. تخيل نفسك في التوب اوف فانل والميدل اوف فانل والبوتوم اوف فانل دي ازاي حصلت معاك اصلا. هل انت مثلا شفته وانت بتسكرول على تيك توك او على انستجرام، ولا مثلا حد من صحابك عمل لك ريكومنديشن، او انت شفته في اد وكده؟ وازاي تحولت من التوب اوف فانل للميدل اوف فانل، وبدات تخش تشوف البراند ده بيقدم ايه، سواء طبعا برودكت او سيرفيس، وبدات تهتم وتتابعه مره مع مره مع مره لغايه لما قررت ان انت تشتري البرودكت او السيرفيس بتاعته. تاني حاجه عايزك تفكر فيها هي انواع الميديا على نفس البراند او على اي براند انت بتحبه، وابتدي شوف البراند ده بيعمل الثلاث حاجات في الاستراتيجي بتاعته ولا لا. وغالبا اي براند ناجح هتلاقيه بيعمل الثلاث حاجات. هتلاقيه عنده اوند ميديا، سواء مثلا ان هو بيطلب ايميلك او بيطلب اي حاجه لما انت بتيجي تشتري منه تكون خاصه داتا بيك انت عشان يقدر يكونها تبقى اوند ميديا، سواء ان هو عنده ويب سايت يمتلكه بنسبه 100%، سواء ان هو مثلا بيبعت لك ايميلز دايما باوفرز او حاجات زي دي، فهو هنا بيستخدم الاوند ميديا. تاني حاجه الايرند ميديا، ان انت بتلاقي الاكونت ده عنده ريفيوز على البرودكتس او السيرفيس بتاعته، الناس بتبعت له ريفيوز، الناس بتتكلم عنه وورد اوف ماوث كويس، زي مثلا براندات كتير طبعا احنا زي ما قلنا مثال على بلبن فهنكمل عليه، ان بلبن بتبتدي الناس تتكلم بينها وبين بعض عليه من غير اصلا ما هو يطلب ده. فده قمه في النجاح طبعا. لازم احنا نكون فاهمين ان احنا عشان نوصل لها محتاجين مجهود ماركتنج قوي جدا وناجح جدا واستراتيجيك جدا عشان نقدر نوصل لها. تالت حاجه هي البيد ميديا، ان انت بتشوفه هو بيستخدم الادز ولا لا، سواء بيعمل اعلانات في التلفزيون، في الشارع، على السوشيال ميديا، على جوجل، ايا كان. فهنا انت تبقى ربطت بين الثلاثه. ولو انت عايز تبعت لي وتقول لي امثله عن الحاجات اللي انت طلعتها دي ونتناقش فيها مع بعض، ممكن تكتب لي كومنت او ان انت تبعت لي مسج، وانا كده هكون مرحب ان انا ارد عليك. اخر حاجه باذن الله الفيديو الجاي هينزل بكره او بعد بكره. الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن السايكولوجي بتاعه الشاري نفسه، او الشاري ده ازاي اصلا بيشتري، وايه المشاعر او الحاجات او اللي بتخليه بناء عليها ياخد قرار ان هو يشتري حاجه من حد. ده كله هنفهمه باذن الله تكنيكال، وازاي في الماركتنج احنا نقدر نعمله صح. فباذن الله الفيديو جاي ينزل بكره او بعد بكره، اتمنى ان انت تستناه وتتابعه لانه هيكون مفيد جدا.